هعمل معاكم النهاردة كيكة الشوكولاتة الكدابة، وبسميها الكيكة الكدابة لانها اصلا من غير شوكولاتة ومن غير دقيق ومن غير سكر ومن غير كمان عسل ابيض. كيكة حلوة جدا. هجيب كده 2 موزة، تشوفي عندك كده موزتين يكونوا مستويين محدش عايز ياكلهم، هتجيبيهم وهتحطيهم كده في البولة وتهرسيهم بالشوكة كويس قوي. لازم يعني دي خطوة مهمة، لازم نهرس الموز كويس قوي عشان ما يبقاش مكتل كده في الكيكة او يبقى قطع، لازم يتهرس كويس. وبعد بقى ما نهرس الموز هجيب 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وبرضو هبتدي كده في المرحلة دي ان انا اقلب كويس قوي لحد ما الموز والبيض يختلطوا مع بعض. وحطيت كمان فانيليا، بس الفانيليا ما تصورتش، حطيت باكت فانيليا عشان البيض ما يبقاش ليه اي ريحة زفارة. وهحط كده 4 معالق كاكاو، ده كاكاو محلى، حطيت 4 معالق. لو انت هتعملي موزة واحدة، الموزة الواحدة بتاخد بيضة واحدة وبتاخد معلقتين بس، انما انا حاطة 2 موزة فحطيت 4 معالق كاكاو محلى. وهبتدي برضو في المرحلة دي ان انا اقلب كويس قوي، وبعدين هحط مقدار معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبرضو هقلب كويس قوي لحد ما الخليط كله يختلط مع بعضه كويس قوي. تمام. اهم حاجة عشان الكيكة دي تطلع معاكي ناجحة وتطلع معاكي مظبوطة، لازم تقلبيها كويس قوي والموز يتهرس كويس قوي، لانك لو ما قلبتيهاش كويس وهرستي الموز كويس، الموز هيبقى مكتل كده معاكي في الكيكة وطعمه مش لطيف خالص. دلوقتي بقى هجيب كده عندي القوالب دي هحط فيها خليط الكيك، تقدروا تحطوها في المجات اللي بتدخل الميكروويف او صينيه صغيره، حطوها في اي حاجه يعني، او كوبايات، في كوبايات كده بتدخل الميكروويف تقدروا تحطوها. تمام. انا حطيتها في القوالب دي، وبعدين جبت شوكليت شيبس هحطها كده على الوش من فوق عشان تطعم معايا الدنيا شويه. لو مش حابين تضيفوها او مش موجوده ما تضيفوهاش، بعد ما تطلع تقدروا تحطوا عليها صوص شوكولاته او نوتيلا. تمام. وبعد كده هحطها بقى في الاير فاير، تقدروا تحطوها في الاير فاير او في الميكروويف او تدخل الفرن، مفيش اي مشكلة. تمام. هحطها في الاير فاير وهظبط الاير فاير على 20 دقيقة. الكيكة خرجتها من الاير فاير بعد 15 دقيقة عشان لقيتها استوت. لو هتحطوها في الميكروويف هتاخد 10 دقايق، لو هتحطوها في فرن البوتاجاز العادي هتاخد برضو 10 دقايق، وفي الاير فاير 15 دقيقة. الكيكة حلوة جدا وما بتاخدش معانا وقت، وسكرها خفيف ومناسبة للناس اللي عندها السكر وللناس اللي بتعمل دايت. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.